اليوم غنهضروا على واحد الشخصية كثر عليها الجدل بزاف. شخصية كانت في واحد الوقت من أقوى الجنرالات في المغرب، ولكن قصو سالت بدماء وفوضى. محمد عبابو، الجنرال اللي قلب الطاولة على الملك في واحدة من أخطر لحظات التاريخ المغربي. شكون هو هذا الجنرال؟ كيفاش تحول من ضابط طموح لقائد أخطر انقلاب في التاريخ ديالنا؟ تابعوني حتى النهاية، راه القصة غادي تخليكم مشدودين من أول كلمة حتى الآخر. محمد عبابو تزاد في واحد الدوار بعيد وسط جبال الأطلس. الحياة كانت بسيطة، ولكن الطموح ديالو كان كبير. والديه شافوا فيه الأمل الوحيد باش يبدل وضع العائلة، فقرروا يرسلوه للمدرسة العسكرية. حتى لهنا ما كاين حتى شي مؤشر تيبين أنه غيكون من أخطر الأسماء في التاريخ. من بعد الاستقلال الجيش المغربي كان كيبحث على ضباط أكفاء، وعبابو كان بين اللي برزو بسرعة بحكم الكفاءة ديالو. خدم مع الجيش الفرنسي من قبل، والصرامة اللي تعلمها خلاته يطلع في الرتب بسرعة صاروخية. ولكن هاد الطلوع ديما كيجي مع ضغط، أحيانا مع طموح مفرط. في هالمومو عبابو كان هو المدير الأكاديمية العسكرية اللي كانت معروفة بتكوين ضباط الشباب، ولكن في الحقيقة الأكاديمية كانت أشبه بسجن عسكري. تلاميذ الأكاديمية كانوا كيشوفوا في عبابو واحد السيد اللي ما كيضحكش وما كيرحمش، والتدريب كان قاسي والعقوبات كانت شبه تعذيب. ولكن وسط هاد الصرامة عبابو كان كيخطط في هاد التلاميذ لشي حاجة أكبر من التدريب. كان كيبني جيش صغير ديالو، جنود مطيعين غاديين ينفذوا أوامر بلا نقاش. ولكن هاد المشروع الصغير ديالو غادي يتحول في النهاية لآلة ديال الموت. محمد عبابو ما كانش بوحدو في هاد القصة. الجنرال المذبوح واحد آخر من الرجال الأقوياء في النظام كان عنده نفس الفكرة. الملك الحسن الثاني خاصو يتنحى لأن المغرب حسب الرأي ديالهم غادي الهوية. الفقر والظلم وعدم رضاهم على طريقة الحكم خلاهم يخططوا لواحد المؤامرة خطيرة. الخطة كانت واضحة وصادمة: استغلال التلاميذ الأكاديمية اللي ما كانوش عارفين أنهم غادي يتورطوا في محاولة انقلاب، والهدف هو ضرب الملك في اللحظة اللي ما غيكونش فيها متوقع فيها الهجوم، أثناء الاحتفالات ديال عيد الميلاد الصخيرات. هذا النهار بقى منقوش في التاريخ. كل شيء بدا عادي. قصر الصخيرات كان عامر بالضيوف، سياسيين، سفراء وشخصيات معروفة. ولكن فجأة وقع ما لا يصدق: تلاميذ الأكاديمية دخلوا مسلحين، وبدات الرصاصات كتخترق الجدران البشر. المشاهد كانت مروعة، الناس كيجريو باش يهربوا، الدم كيغطي الأرض والرصاصات ما كيوقفوش. الملك الحسن الثاني كان وسط هذا الفوضى، ولكن بالذكاء ديالو عرف كيفاش يحاور بعض الجنود ويقلب عليهم الخطة. القصر تحول لساحة حرب، واللي كان مفروض انقلاب سريع يتحول لفوضى. محمد عبابو كان وسط الأحداث كيقود الهجوم ببرودة الأعصاب، ولكن فاش عرف أن الخطة ديالو غادية للفشل بدا كيتصرف بطريقة هستيرية. هنا كما كيتقال وقع الانهيار الكبير. مصير عبابو بقى غامض. كاين اللي كيقول انه انتحر بعد ما شاف ان الملك مازال حي، وكاين اللي كيرجح انه تقتل في واحدة من المواجهات مع القوات الموالية للنظام. ولكن الحقيقة ما بقاتش واضحة، حتى الروايات اللي كاينة كترفع من الغموض حول هذه الشخصية. محمد عبابو بقى واحد اللغز كبير في التاريخ ديال المغرب. كاين اللي كيشوف فيه شخص خان بلادو ودار انقلاب ضد النظام، وكاين اللي كيشوف انه كان باغي يبدل الوضع بطريقه راديكاليه، ولكن اختار الطريق الغلط. الحقيقه الوحيده هي ان محاوله الانقلاب ديالو كانت نقطه تحول كبير في المغرب، والبلاد عمرها ما غادي تنسى هذه اللحظه الدمويه. هاد القصة فيها بزاف ديال الدروس: الطموح الكبير بلا حدود، والخيانة اللي كتجي من أقرب الناس، والسياسة اللي كتجمع الخطر والخداع. شنو رأيكم في محمد عبابو؟ واش كان باغي يدير الخير للمغرب ولكن سلك طريق مدمر، ولا كان عنده مصالح شخصية وراء هذه المؤامرة؟ ما تنساوش تخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلكم كل جديد. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله.